ننتقل الآن إلى الدقيقة 35 من الحلقة السادسة. يقول كمال الحيدري فيها جيد. هذا من الذين قالوا هذا الكلام. ومن الذين أثبتوا أنها من العقائد الشيخ عبد العزيز ابن باز، وهذه العبارة لعلنا قرأناها في كتاب اللطيف، أن هذا الكتاب اسمه، التفتوا إلى الاسم، عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر. واضح على العنوان، أولا أنها عقيدة، وثانيا المهدي موصوف بأنه ماذا؟ المنتظر. إذن لا معنى إخواني الأعزاء المتحدثون الكرام في الفضائيات أن هذه الفكرة تحاولون أن تستخفوا وتستهزئوا. هل هو منتظر؟ هل هو منتظر؟ وتعددون فيها القراءات كأنه هي خلاف بين البصريين والكوفيين في النحو، أنه منتظر بالفتح لو منتظر بالكسر. هذا مولانا استهزاء بأحاديث رسول الله، هذا استهزاء بعلماء المسلمين. انظروا جديد واضح يقول عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي ماذا؟ المنتظر. في صفحة 7 و8 من هذا الكتاب، وهذا البحث وهذا الكتاب وهذا الكراس سميه ما شئت، أهميته لأنه واحدا من أعلام مدرسة السلفية الحديثة، قال أن كل ما جاء فيه حق وصواب. هذه قرأناها العبارات فيما سبق، ولا أحتاج أن أذكر المشاهد الكريم. قال إن الحق والصواب هو ما أبداه فضيلته في هذه المحاضرة. وعندما أقول طبعا هنا لا بأس أن الرد على هذا الكلام من وجهين. الوجه الأول أن كمال الحيدري أوهم الناس عن قصد أو عن غير قصد أن كتاب عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، حيث ترك الأمر مبهم ولم يذكر أن الكتاب للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد وليس للشيخ بن باز رحمه الله، وإنما الشيخ بن باز رحمه الله علق فقط على الكتاب وكانت محاضرة. الوجه الثاني أن كمال الحيدري كعادته باتر كلام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. فعندما نرجع لموقع الشيخ بن باز رحمه الله، ماذا يقول الشيخ؟ يقول نجد أن الشيخ يقول ماذا يقول؟ يقول إن الحق والصواب هو ما أبداه فضيلته في هذه المحاضرة كما بينه أهل العلم، فأمر المهدي أمر معلوم والحديث فيه مستفيضة بل متواترة متعاضدة، وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترها، بل حكاه الأستاذ في هذه المحاضرة، يقصد من؟ عبد المحسن بن حمد العباد، وهي متواترة تواترا معنويا لكثرة طرقها واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظها، فهي بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت وخروجه حق، وهو محمد بن عبد الله العلوي الحسني من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا الإمام من رحمة الله عز وجل للأمة في آخر الزمن يخرج فيقيم العدل والحق ويمنع الظلم والجور، وينشر الله به لواء الخير على الأمة عدلا وهداية وتوفيقا وإرشادا للناس. لكن كما هو واضح كمال حيدري باتر كلام الشيخ بن باز رحمه الله، فالشيخ قال أن المهدي من ذرية الحسن وأن اسمه محمد بن عبد الله، وهذا ما يخالف عقيدة الاثنى عشرية، ذلك أن مهديه من ذرية الحسين واسمه محمد بن الحسن.